السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا في صحة وفي أحسن حال. تعالوا نحل مع بعض تمارين كتاب المعاصر اللي اختر على درس زوايا الارتفاع والانخفاض. احنا عارفين ان الدرس ده هو من ضمن تطبيقات على حل المثلث زي ما هو كاتب كده. فتعالوا ما نشوف ايه الافكار اللي ممكن نواجهها في الدرس ده مع بعض كده. اول حاجة بيقولك ايه؟ من قمة منارة قيست زاوية انخفاض سفينة. اهو انا واقف فوق وبقيس زاوية انخفاض، طالما السفينة تحت النقطة اللي انا بشوف منها يبقى هي زاوية ايه؟ زاوية انخفاض. طيب قالك ان زاوية الانخفاض دي لقينا ان هي قياسها بكام؟ ب 38. يعني زاوية الانخفاض اللي هي ما بين المستوى الافقي اللي انا ببص منه اللي هو المستوى ده كده والنقطة اللي انا ببص عليها، يبقى دي انهي زاوية؟ اللي هي الزاوية دي. قالك ان هي بكام؟ ب 38. طيب فاذا كان بعد السفينة عن قاعدة المنارة، ادي السفينة اللي هي عند النقطة ب، وقاعدة المنارة اللي هي النقطة ج، فهو كده يقصد مين؟ الب ج بكام؟ ب 220 متر. يبقى الطول ده بكام؟ ب 220 متر. طيب فإن ارتفاع المنارة بيساوي عندك ايه؟ خلاص كده. طب ارتفاع المنارة اللي هو مين؟ اللي هو الألف ج. يبقى أنا عايز مين من هنا؟ عايز الألف ج. قلت له طيب ما سهلة، ما دلوقتي دي ب 38 يبقى دي ب 38 بالتبادل. من شكل كده الايه؟ من الشكل اللي عندي ده كده، دي بتساوي دي بالتبادل. فبقى عندي دلوقتي زاوية. تعالى كده اما نحلل اللي موجود عندنا. انا عندي دلوقتي زاوية وعندي المجاور ليها، وانا عايز مين؟ عايز المقابل. تاني كده، انا ايه اللي موجود عندي؟ اللي موجود عندي الزاوية والمجاور، وانا عايز المقابل. طب ايه اللي بيربط ما بين التلاتة؟ هتقول لي قانون الظا، صح كده؟ اللي بيربط لي ما بين الزاوية والمقابل والمجاور. ليه؟ لان انا عارف ان الظا سيتا بيساوي المقابل على المجاور، صح كده؟ ففعلا ده القانون اللي بيربط لي ما بين التلاتة. طب السيتا اللي عندنا اللي هي بكام؟ ب 38. يبقى ظا 38 هتساوي المقابل اللي انا عايزه فعلا اللي هو الالف ج اللي هو طول المنارة على المجاور اللي هو عندي بكام؟ ب 220. يبقى الالف ج اللي هو طول المنارة هيساوي 220 في ظا 38 لما نعمله مقص كده. فهنجيبه الآلة دلوقتي ونقول له ان انا عندي 220، خلاص كده 220 مضروبة في ظا كام؟ في ظا 38. يا ترى الكلام ده هيطلع بيساوي كام؟ هنلاقي ان هو بيساوي 171 و88 من 100، اللي هي بالتقريب هتبقى بكام؟ ب 172. يبقى الأقرب دلوقتي عدد صحيح هنلاقيها بكام؟ ب 172 اللي هو عندنا الاختيار ب. السؤال اللي بعد كده رقم 2 بيقولك من نقطة على سطح الأرض رصد رجل زاوية ارتفاع قمة مبنى فوجد إن هي به، فإن قياس زاوية انخفاض موضع الرجل في نفس اللحظة من قمة المبنى هي إيه؟ ما دلوقتي أنا برصد أو الرجل ده بيرصد إيه؟ زاوية ارتفاع قمة المبنى. يبقى زاوية انخفاض الرجل بالنسبة لقمة المبنى هتبقى إيه؟ هتبقى هي اله، صح كده؟ ما احنا عارفين دلوقتي لو أنا هو الرجل، خلاص ده كده الرجل، ودي كده قمة المنزل او قمة بتاعة الايه؟ المبنى اللي عندنا. فده كده اهو الرجل، وده قمة المبنى او القمة اللي انا ببص عليها. فزاوية دلوقتي ارتفاع القمة دي اللي هي انهي؟ اللي هي الزاوية دي اللي هي سيتا. هي زاوية الانخفاض اللي هي دي اللي هي برضو هتبقى ايه؟ هتبقى سيتا. فزاوية الارتفاع اللي هي به ارتفاع القمة بالنسبة للرجل، هي زاوية انخفاض الرجل بالنسبة للايه؟ للقمة، اللي هي هتكون عندنا ايه؟ هي اللي هو الاختيار ألف. السؤال اللي بعد كده رقم 3 بيقولك نظر طفل من نقطة على سطح الأرض إلى قمة برج ارتفاعه 50 متر، فإذا كان الطفل يبعد 50 جذر 3 متر عن قاعدة البرج عايز قياس زاوية ارتفاع قمة البرج. طيب هو أنا لو جيت تخيلت اللي أنت بتقوله لي ده أو القصة دي، هنلاقي إيه؟ هنلاقي إن في طفل أهو خلاص كده واقف، اللي هو بيبقى عبارة عن نقطة كده، وبيبص على إيه؟ على قمة برج. تمام، ادي اهو البرج مثلا قدامنا، هو بيبص على ايه؟ على قمة البرج. عفوا نظبطه بس الشكل شوية. ادي مثلا اهو قمة برج، عملنا برج والاتنين خلي بالك القاعدتين او الولد اللي هو الطفل ده كده واقف على نفس مستوى القاعدة بتاعت الايه؟ البرج. طيب ادي ايه القمة اللي هو بيبص عليها؟ هنلاقي ان زاوية ارتفاعها اللي هي مين؟ اللي هي الزاوية دي، صح كده؟ طيب فبيقول لك ايه؟ بيقول لك نظر طفل من نقطة على سطح الارض لبرج ارتفاعه 50 متر، يبقى الارتفاع ده عندنا بكام؟ ب 50 متر. وقال لك الطفل بيبعد عن قاعدة البرج 50 جذر 3. دي كده عارفين ان هي زاوية الارتفاع. هو عايز ايه؟ عايز قياس زاوية الارتفاع. يعني دلوقتي هو عايز السيتا.
طب وانا عندي ايه؟ لازم اعرف برضو ايه اللي معطى عندي. اللي معطى عندي المجاور للزاوية الثيتا والمقابل للزاوية سيتا. مقابل ومجاور وسيتا ده على طول القانون بتاع مين؟ بتاع الظا سيتا، لان انا عارف ان الظا سيتا بتساوي المقابل اللي هو 50 على المجاور اللي هو 50 جذر 3. يعني حاليا ان الظا سيتا بتساوي دلوقتي 1 على جذر 3. هتعمل على الآلة شيفت تان 1 على جذر 3، نعملها سوا كده اهو. شيفت تان 1 على جذر 3 واشوف يا ترى ده بيساوي كام. هنلاقي ان هي بتساوي 30. تعالى كده اما نشوف مع بعض. هنلاقي ان زاوية الارتفاع دي فعلا طلعت بتساوي كام؟ بتساوي 30. يبقى زاوية الارتفاع ب 30 اللي هو عندنا انهي اختيار؟ اللي هو عندنا الاختيار د. السؤال رقم 4 بيقول لك رصد شخص في قارب زاوية ارتفاع قمة صخرة فوجد إن هي 25، ثم تحرك في طريق أفقي نحو قاعدة الصخرة مسافة 40 متر، ورصد زاوية ارتفاع قمة الصخرة لقاها 42. عايز ارتفاع الصخرة دي. طيب هو الراجل كان واقف هنا، ده الموضع الابتدائي ليه، فرصد قمة الصخرة دي كده لقى إن زاوية ارتفاعها 25. مشي كده في الاتجاه ده لحد ما وصل هنا كده، جاي بيبص على قمة الصخرة لقاها بكام المرة دي؟ ب42. هو عايز ايه في الاخر؟ عايز ارتفاع الصخرة اللي هو الارتفاع ده. طيب ماشي، تعالى كده نمسح بس ونشوف المسألة دلوقتي. انا دلوقتي الارتفاع ده هفرضه بايه؟ هفرضه بعين. تعالى نفرض ان الارتفاع ده عندنا بايه؟ بعين. طيب والمسافة دي اللي هي عندنا من اول هنا لحد هنا كده، تعالى اما نفرضها مثلا بسين. فدلوقتي لو جيت المثلث ده كده، المثلث الصغير ده كده، هتقول لي دلوقتي ان المثلث ده انا عندي المقابل وعندي المجاور. اقدر اقول دلوقتي ان الظا 42 دي بتساوي عندك ايه؟ بتساوي المقابل اللي هو عين على السين، صح كده؟ طيب من هنا اقدر اقول ان السين دي بتساوي عندك كام؟ لما اعمل مقص كده هتبقى س في الظا 42 بتساوي عين. يعني السين هتساوي عندك ايه دلوقتي؟ هتساوي عين على ظا 42. خلاص كده. طيب ما دي كده خليها معاك عشان ممكن نحتاجها. طيب هنحتاجها في ايه؟ تعالى اما نشتغل على المثلث التاني. انهي مثلث تاني؟ انا عايز اعرف انت عايز انهي مثلث. هنلاقي ان انا بتكلم على المثلث الكبير بقى المرة دي. انهي مثلث يعني؟ اللي هو المثلث ده كده كله، كل المثلث ده كده. خلاص. هو قال لك ان زاوية الارتفاع دي كانت كام؟ 25. طيب والحتة دي كده كلها بكام؟ الحتة دي كلها ب40 زائد السين دي اللي انا فرضتها من اول هنا لحد هنا. يبقى الحتة دي ب40 زائد السين دي، وعندي ده العين. يعني بالتالي دلوقتي هتقدر تقول لي ان الظا 25 دي، ظا 25 بتساوي المقابل اللي هو العين على المجاور اللي هو عبارة عن كام؟ عبارة عن س زائد 40. خلاص كده. طيب فمن هنا لو عملنا مقص ممكن اشيل السين دي دلوقتي واعوض عنها بقيمتها اللي هي بكام؟ بعين على ظا 5 او 42. طيب تعالى ما نعمل الكلام ده. هتقول لي دلوقتي ان الظا 25 بقت بتساوي عندك عين على مقسوم على كام دلوقتي؟ السين انا شلتها وحطيت مكانها عين على ظا 40. الكلام ده دلوقتي زائد كام؟ زائد 40. تعال اما نعمل مقص هنا. طيب لما اعمل مقص هطلع بايه؟ تعال اما نشوف. لو عملنا مقص هنلاقي ان الظا 25 دي خلي بالك ان هي مضروبة في العين على ظا 40. الكلام ده دلوقتي زائد 40 كلها. كل ده بيساوي الناحية التانية ايه؟ بيساوي العين. خلاص انا ضربت دي في دي، كل ده بيساوي مين؟ العين دي. طيب هنلاقي دلوقتي ان الظا 25 دي لو اتوزعت هنا هيبقى عندك ظا 25 على ظا 40. الكلام ده مضروب في العين، وظا 25 في 40 يبقى زائد 40 من ظا 25. كل ده بيساوي 1 عين. طب ما توديلي دي هناك بعكس الإشارة كده. هنلاقي دلوقتي ان انا بقى عندي عين ناقص ظا 25 على ظا 40 من العين. الكلام ده بيساوي دلوقتي 40 من ظا 25. طيب انا دلوقتي لو اخدت من هنا العين عامل مشترك هيتبقى لك ايه؟ انا كل ده خلي بالك عايز اوصل للعين اللي هو ارتفاع الصخر. هيتبقى لي 1 ناقص ظا 25 على ظا 40. الكلام ده كله بيساوي كام دلوقتي؟ بيساوي 40 ظا 25. انا عايز العين، هعمل ايه؟ هقسم على كل ده الناحية التانية. فانا هجيب الآلة كده واقول له ان انا عايز اقسم ايه؟ عايز اقسم 40 في ظا 25 ايتان 25 دي انا عايز اقسمها على ايه؟ على كل ده.
اللي هو عبارة عن واحد ناقص ايه تان 25، اي واحد ناقص تان 25. الكلام ده على تان كام؟ على تان 42 عفوا، دي على فكرة تان 42 مش 40. هنلاقي ان الكلام ده هيطلع بيساوي كام في الاخر؟ بيساوي 38.6 اللي هي تقريبا يعني 39. يعني ارتفاع الصخرة ده هيطلع بيساوي كام في الاخر؟ بيساوي 39 بالتقريب. خلاص دي زاوية 42، خلي بالك. طيب يبقى الكلام ده كله هيساوي عندنا، او ارتفاع الصخرة طلع بيساوي كام؟ طلع بيساوي عندنا 39، اللي هي موجودة عندنا في انهي اختيار؟ في الاختيار ألف. السؤال رقم 5 بيقولك من قمة برج ارتفاعه 65 متر قيست زاوية انخفاض النقطتين ألف وب في المستوى الأفقي، فكان قياسهما 32 و21 درجة 13 دقيقة. فإذا كانت د تمثل قاعدة البرج وألف تنتمي للقطعة المستقيمة ب د، عايز دلوقتي طول الألف ب. طيب انا لو جيت اتخيلت المسألة دي، ادي يا سيدي البرج اللي عندي، هو اول حاجة ذكرها البرج صح كده. طيب قال لك من قمة البرج، ادي ايه قمة البرج اللي انا واقف عندها، قيست ايه؟ قيست ذوات انخفاض الالف والب. فانا دلوقتي اهو هعمل كده المستوى الافقي خلاص كده، وفي عندي نقطتين انا قست زاوية انخفاضهم، ادي نقطة خلاص كده، وادي النقطة التانية. طيب ماشي، النقطتين دول هو سماهم ايه؟ سماهم الف وب. طيب وقال لك دلوقتي ان انا عندي في المستوى الافقي فكانت 32. طب 32 دي بتاعت مين؟ بتاعت الالف. يبقى زاوية الانخفاض الاولى اللي هي ب 32، اللي هي انهي؟ اللي هي الزاوية دي كلها. الزاوية دي كلها بكام؟ ب 32. طيب انا عندي الزاوية التانية كانت بواحد وعشرين درجة 13 دقيقة، دي بتاعت مين؟ بتاعت اللي ذكرها التانية اللي هي الب. يبقى النقطة دي هي مين؟ هي الب. طب دي انهي زاوية؟ اللي هي الزاوية دي. دي عندنا بكام؟ قالك ان هي بواحد وعشرين درجة 13 ايه؟ 13 دقيقة. يبقى اللي ذكره الاول بياخد اول زاوية، واللي ذكره التاني بياخد تاني زاوية، لان هو قال لك هنا ايه؟ على الترتيب. يبقى اللي جات الاول الف هتاخد اول زاوية اللي هي 32، واللي جات التانية اللي هي ب هتاخد الزاوية التانية اللي هي 21 درجة 13 دقيقة. طيب هو عايز ايه في الاخر؟ قالك ان انا عندي د تمثل قاعدة البرج. يعني انا عندي دي كده الد اللي هي قاعدة البرج دي، وقال لك ان الالف تنتمي ب د. فعلا الالف اهي في النص ما بين ب ود، تنتمي للب د القطعة المستقيمة. عايز طول مين؟ هو عايز طول الالف ب، يعني عايز مين؟ عايز الحتة دي. طب الحتة دي كده ممكن نسميها بأي حاجة، وليكن مثلا س أيا كان. عشان أوصل لها دلوقتي هعمل إيه؟ هتقولي والله أنا ممكن أجيب طول الب ده كله صح كده؟ يعني هتقولي دلوقتي إن طول الألف ب اللي هو عايزه ده هيساوي عندك الب د كلها اللي هي الطول ده كده كله، الب د كلها ناقص الألف د صح كده. فأنا ممكن أوصل لطول الألف ب عن طريق كده إن أنا أقول له إن هي ب د ناقص إيه؟ ناقص الألف د صح كده. طيب ما انت هتجيب الب د والالف الدال ازاي؟ من حساب المثلثات. انا عندي دلوقتي ارتفاع البرج قالك ان هو ب65 زي الفل، وانا عندي الزاوية دي بكام؟ اهي الزاوية دي اللي هي بالاحمر دي كده، اهي اللي هي الزاوية الصغيرة دي كده بتساوي الزاوية دي كده 21 درجة 13 ايه؟ 13 دقيقة صح كده بالتبادل. وعندي دي كلها ب32 بتساوي دي كلها برضو بالايه؟ بالتبادل ب32. يبقى انا كده عندي زاويتين اقدر اجيب الاطوال دي، عندي الزاوية وعندي المقابل اقدر اجيب المجاور. هنا برضو في المثلث الكبير عندي الزاوية وعندي المقابل اللي هو ب65 اقدر اجيب المجاور اللي هو الب د. طب تعالى نشتغل على المثلث ده كده، نخليه معانا هنا. هتقولي من المثلث ده كده اهو انهي مثلث؟ المثلث الصغير ده اهو، احنا شغالين دلوقتي على المثلث ده. طيب من المثلث ده هتقولي ايه؟ هتقولي ان الظا 32 دي اهو كده، هقول ان الظا 32 بتساوي المقابل اللي هو 65 على المجاور اللي هو مين؟ اللي هو الالف د. طب انا عايز الالف د، هعمل ايه؟ هجيب الظا 32 مكانها، يعني هتساوي 65 على ظا 32. ايه ده انا جبت خلاص الالف د. ايوه مظبوط، خلاص كده الالف ده اللي انت حليت مشكلته بالمعطيات اللي عندك. انا عندي ايه؟ عندي الزاويه وعندي المقابل، وانا عايز ايه؟ عايز المجاور اللي هو الالف د. يبقى ايه اللي بيربط ما بين المقابل والمجاور والزاويه؟ قانون الظا، ان ظا الزاويه بيساوي المقابل على المجاور. فمن هنا تقدر توصل للطول اللي ناقص عندك اللي هو المجاور هنا.
طيب تعالى اما نعمل نفس العلقه دي بالظبط هنعملها في المثلث التاني، اللي هو انهي مثلث؟ يعني اللي هو المثلث بقى كله، هناخده الحته دي كده معانا. خلاص المثلث ده كده كله اهو، المثلث ده. طيب المثلث ده عباره عن ايه اهو؟ لو رسمناه بره كده، نرسمه بره، هنلاقي ان هو عباره عن ايه؟ عفوا هو شكله معوق شويه. ايه ده اهو المثلث عندنا اهو كده. خلاص قال لك ان الطول ده ب65 اللي هو ارتفاع البرج. خلاص وعندنا الحته دي كلها اللي هي الب د. طيب والزاويه دي عندنا بكام؟ ب21 درجه، 13 ايه، 13 دقيقه. وطبعا احنا هندخل على الاله مش 21 درجه 13 دقيقه، هنعرف دلوقتي هندخلها ازاي على الاله. انا دلوقتي عندي 65 وانا عايز الب د. انا عندي الزاويه، عندي المقابل، وعايز المجاور. برضو هستخدم مين؟ قانون الظا سيتا. نفس الكلام برضو هقول له ان الظا الزاويه دي اللي هو ظا 21 درجه 13 دقيقه، الكلام ده بيساوي المقابل اللي هو 65 على المجاور اللي هو الب د. طيب الب د من هنا هنجيبها ازاي؟ هنجيب مكانها دلوقتي لو عملنا مقص، هنجيب مكانها الظا 21 دي. يعني من هنا الب د هيساوي 65 على ظا 21 درجة 13 دقيقة. خلاص كده. ايه ده؟ طب ما انا كده خلاص جبت الب د وجبت الالف د. مش انت قايل لي ان الالف ب ده عبارة عن الب د ناقص الالف د؟ طب ما انا عندي الاتنين خلاص. الب د جبناه ب65 على ظا الزاوية دي اللي هي 21 13. طيب الكلام ده دلوقتي ناقص الالف ده اللي هو 65 على ظا 32. ايه ده؟ ده ما خلاص كده، ده انا كده جبت مين؟ الالف ب. تعالى اما ندخل الكلام ده على الآلة. بس الاول الزاوية دي لازم اظبط شكلها. الزاوية دي اللي هي بالدرجات والثواني، بندخل كده ادي 21 وعلامة الكوما، بعد كده 13 واعمل كوما واقول له بتساوي كده، وعملها لك اهو. بص اس دي عملها لك اهو بالايه؟ بالاعداد العشرية. فمن هنا اقدر اقول له دلوقتي ان انا عندي 65 على تاني الانسر اللي طلعت لي دي. الكلام ده دلوقتي ناقص 65 على تان كام؟ على تان 32. يا ترى هيطلع الالف ب اللي انا عايزه بيساوي كام؟ هنلاقي ان هو بالتقريب كده هيطلع بكام؟ ب63. طبعا 63 و4 من 10 ما عدتش النص، يعني مش 63 و6 من 10، ما عدتش ال5 من 10، لسه اقل من 5 من 10. يبقى هتبقى كام؟ 63. يبقى بالتقريب هنا هيطلع لنا الالف ب بكام؟ ب63. اللي هو لو رجعنا كده هنلاقي عندنا في انهي اختيار؟ هنلاقي عندنا في الاختيار ج. السؤال رقم 6 بيقولك من شرفة منزل على ارتفاع 8 متر من سطح الأرض قيست زاوية ارتفاع وانخفاض قمة وقاعدة شجرة مقابلة، علما بأن قاعدتي المنزل والشجرة في مستوى أفقي واحد، فكانتا متساويتان في القياس، فإن ارتفاع الشجرة هيساوي ايه؟ طب لو جينا تخيلنا كده، معلش ادي يا سيدي اهو شرفة على بعد كام؟ على بعد 8 متر، فانا هعمل ال 8 متر وفي شرفة بقى هنا كده. خلاص دي اللي انا بقيس منها زاوية الارتفاع والانخفاض. قال لك على نفس المستوى الافقي، القاعدتين على نفس المستوى الافقي كده، في شجرة قدامها. خلاص كده بالشكل ده انا قست زاوية ارتفاع القمة وقست زاوية انخفاض القاعدة اهو بالشكل ده كده. فقال لك دلوقتي ده المستوى بتاع النظر بتاعي. طب فين زاوية الانخفاض؟ اللي هي دي كده سيتا. قال لك ان هي زاوية الارتفاع اللي هي دي اللي هي عندنا كام؟ اللي هي عندنا سيتا. فطالما دي بتساوي دي، وهو قال لك ان انا عندي الشرفة دي بعدها بكام او طولها بكام؟ ب 8 متر، يعني الشرفة على ارتفاع كام؟ 8 متر. فالحتة دي طبعا هي الحتة دي لحد هنا كده، دي ب 8 متر برضو، من اول هنا كده لحد فين؟ لحد الارض تحت، دي برضو ب 8 متر. فطالما دلوقتي زاوية الارتفاع بتساوي زاوية الانخفاض، زاوية ارتفاع القمة هي زاوية انخفاض القاعدة، طول ما القاعدتين على نفس المستوى الأفقي، يعني الاتنين موجودين على نفس الخط، القاعدتين موجودين على نفس الخط. طالما الاتنين موجودين على نفس الخط وزاوية الارتفاع بتساوي زاوية الانخفاض، يبقى الحتة دي كمان هتطلع معانا بكام؟ ب8 متر. خلاص يعني ارتفاع الشجرة كله هيبقى كام؟ 8 و8 اللي هو بكام؟ ب16 اللي هو الاختيار ج. طب انا مش مصدقك وعايزك تثبتها لي دلوقتي بالقوانين. تعالى يا سيدي ولا يهمك. انا دلوقتي من المثلث ده كده انا عندي دي ب8 صح كده، وعندي او ممكن اجيب الطول ده. طب الطول ده هيجي منين؟ انا عندي الزاوية اللي هي سيتا، وعندي المقابل، وانا عايز المجاور. طب ايه اللي بيربط ما بينهم؟ برضو قانون الظا. فالظا سيتا هتساوي عندك دلوقتي المقابل اللي هو 8
على المجاور. تعالى نفرضه مثلا بألف ب، يبقى على الألف ب. يبقى من هنا الألف ب اللي احنا عايزينه الضلع ده، الألف ب هيساوي كام؟ هنجيب الظا مكانه، لو عملنا مقص هيبقى 8 على الظا سيتا. بروز دي كده، لأن أنا هروح على المثلث التاني اللي فوق، المثلث ده بقى خلاص أنا خلصت من المثلث اللي تحت، هروح على المثلث اللي فوق اللي هو المثلث ده كده، صح؟ المثلث ده. طب المثلث ده لو انا دلوقتي عايز الطول ده، الطول ده انا لسه معرفوش، انا قلت لك القاعدة بس ده انا لسه معرفوش. انا عندي المجاور للزاوية سيتا اللي هو ده، طلعناه بكام؟ طلعناه ب8 على الظا سيتا، صح كده؟ وانا عايز الضلع المقابل وانا عندي المجاور، فبرضه هستخدم قانون الايه؟ قانون الظا. هتقول لي من هنا برضه ان الظا سيتا دي بتساوي عندك المقابل اللي انا نفسي اعرفه، تعالى نسميه مثلا د ب على المجاور. طب المجاور اللي هو بكام؟ ب8 على الظا سيتا. فهنعمل دي مقص كده، هيبقى الدال ب بيساوي الظا سيتا دي هضربها في ال8 على الظا سيتا، فطبعا ظا سيتا راحت مع ظا سيتا، طلعت الدال ب بكام؟ ب8 متر. فانا اثبتت لك اهو كمان بالقوانين ان الدال ب دي اللي هي المسافة من اول هنا كده لحد الحتة دي كده هتطلع برضو بكام؟ ب8 متر. خلاص كده، يعني دي ب8 والحتة اللي تحت دي ب8، يبقى ارتفاع الشجرة كاملة هيطلع بكام؟ ب16 زي ما احنا طلعناه. يبقى القاعدة اللي نقدر نطلع بيها من السؤال ده، طول ما القاعدتين على نفس المستوى الأفقي وزاوية الانخفاض هي زاوية الارتفاع، خلاص يبقى انا كده عندي الايه؟ المستوى بتاع النظر بتاعي بيقسم الطول بتاع الشجرة ده لنصين. خلاص، مستوى النظر اللي هو فين؟ اللي هو المستوى ده مستوى النظر بتاعي، قسم الشجرة دي لايه؟ لنصين كده متساويين. فالحتة دي ب8، يبقى الحتة اللي فوق دي كمان بكام؟ ب8. يبقى يعني نقطة تلاقي الشجرة مع الأرض اللي هي أنهي نقطة؟ اللي هي النقطة ب دي. خلاص كده، بتبعد عن القاعدة اللي هي نقطة الجيم مسافة كام؟ 10 متر. يعني المسافة دي عندنا بكام؟ ب10 متر. خلاص كده، دي كده المسافة اللي هو عايزها ب10 متر. طب بعد كده بيسأل على ايه؟ على طول الشجرة. فهتقول لي يبقى طول الشجرة هو الطول ده اللي هو مين؟ الألف جيم. طب ده انت كده بقى ما بتفهمش، صح كده؟ ليه؟ لأن أنا عندي طول الشجرة كاملة اللي هو مين؟ اللي هو الألف جيم ده زائد الطول ده. ما هي الشجرة أصلا كانت قايمة، يعني الشجرة دي كانت كده وبسبب الرياح اتكسرت وجت بالشكل ده كده. يبقى إذا طول الشجرة كامل هيبقى مين؟ يبقى أنا عايز اللي هي الحتة اللي هي الألف جيم دي زائد مين؟ زائد الألف ب. يعني انا عايز الطول ده اللي هو عبارة عن الطول ده من اول هنا لحد هنا زائد الايه؟ زائد الوتر ده كده. خلاص، يبقى ده كده بالنسبة لي طول الايه؟ طول الشجرة. طب يا ترى هجيب الاطوال دي ازاي؟ والله انت عندك كده، تعالى الاول حاجة الالف جيم. انا عندي ايه؟ عندي الزاوية، عندي المجاور، وانا عايز مين؟ عايز المقابل. طب ما خلاص كده انا بقيت عارف ان الزاوية دي اللي هي 60 بيساوي المقابل اللي انا عايزه اللي هو الالف جيم على المجاور اللي هو ب10. طب ما هنا انا ما عنديش ايه؟ مجهول الا الالف جيم. فلما اعمل مقص كده هيبقى الالف جيم بيساوي 10 من ظا كام؟ ظا 60 اللي هو هيساوي عندك 10 جذر 3. يبقى الالف جيم انا حليت مشكلته خلاص بقى ب10 جذر 3. طب انا عايز مين تاني؟ عايز الوتر اللي هو الالف ب. ده مثلث قائم، فهتقول لي الالف ب بيساوي الجذر التربيعي كده لل10 تربيع اللي هو ضلع القايمة الأول تربيع، الكلام ده زائد ضلع القايمة التاني تربيع اللي هو 10 جذر 3 تربيع. هنلاقي ان الكلام ده في الاخر هيطلع بيساوي كام؟ بيساوي 20. خلاص كده، يبقى الحتة دي طلعت معانا بكام؟ ب20. والحتة اللي هي الالف جيم دي طلعت ب10 جذر 3. يبقى دلوقتي الشجرة دي لو كاملة كده من غير ما الرياح تكسرها هتبقى 20 زائد 10 جذر ايه؟ 3. طب 20 زائد 10 جذر 3 دي لو عملناها على الآلة كده نشوف بالتقريب هتطلع معانا بتساوي كام. انا دلوقتي هقول له ايه؟ هقول له ان انا عندي 20 زائد ايه؟ زائد 10 جذر 3. يا ترى الكلام ده هيطلع بيساوي كام؟ هتطلع عندك اهو، نعمل اس دي، هتطلع بكام؟ نعملها بس بالتقريب كده. هتطلع معاك ب37 وشوية، 37.3 اللي هي يعني بالتقريب هتبقى بكام؟ ب37 لأن هي معدتش النص، معدتش ال37.5. يبقى تقريبها كام؟ 37. خلاص كده، اللي هي عندنا أنهي اختيار؟ اللي هي عندنا الاختيار ج. السؤال اللي بعد كده بيقول لك كلما اقترب رجل من قاعدة برج فإن قياس زاوية ارتفاع قمة البرج مالها؟
طيب تعالى كده اما نتخيل ادي البرج عندي اهو، برج كده وفي رجل على نفس المستوى بتاعه. خلاص نعمله كده مستوى افقي على نفس المستوى بتاعه كده اهو. في رجل كان واقف هنا. خلاص فهنلاقي دلوقتي ان زاوية الارتفاع اللي هي مين، اللي هي دي. خلاص دي كده زاوية الارتفاع بتاعت القمة بتاعت المبنى ده او البرج ده. طب بيقولك كلما اقترب، يعني الراجل مثلا جه هنا ودلوقتي فين زاوية الارتفاع، هتبقى زاوية الارتفاع اللي هي دي. فانا ملاحظ ايه، ملاحظ ان الزاوية دي اكبر من اللي قبلها. طيب الرجل اقترب كمان جه هنا كده، يا ترى الزاوية دي كده. خلاص الزاوية اللي هي دي كده هنلاقي ان هي اكبر من الاتنين اللي قبلها. كل ما اقرب الزاوية بتكبر لحد ما اوصل للقاعدة، هلاقي ان الزاوية وصلت لايه، وصلت لاكبر مدى ليها او اكبر قيمة ليها عند ايه، عند قاعدة المبنى ده او قاعدة البرج ده، اللي هي اصلا انت مش هتشوف القمة بتاعته. هنلاقي ان اكبر زاوية عند الايه، عند القاعدة. طب ما معنى كده ان خلاص كلما بقترب كده او كلما اقترب الرجل ده من قاعدة الايه، من قاعدة المبنى، هنلاقي ان زاوية الارتفاع مالها بتزيد. يبقى زاوية الارتفاع بتاعت القمة مالها بتتزايد. وده هيبان عندنا اكتر اهو في المثال اللي هو كان جايبه لنا في اول حاجة خالص اهو. بص كده زاوية الارتفاع هنا كانت كام، ب25. الرجل اقترب اكتر للايه، للقاعدة بتاعت الصخرة هنا، فلقينا ان الزاوية بتاعت الارتفاع فعلا زادت، بقت بكام، ب42. ولو كمل كده هنلاقي ان زاوية الارتفاع بتزيد اكتر، بقت حاجة و50 او حاجة و60 وهكذا. خلاص فكلما اقترب الرجل ده من قاعدة المبنى او قاعدة الصخرة، هنلاقي ان زاوية ارتفاع القمة بتاعتها مالها بتزيد. خلاص كده ده كده اجابة السؤال عندنا رقم 8. السؤال رقم 9 بيقولك إذا رصد رجل زاوية ارتفاع قمة برج من نقطة ألف في المستوى الأفقي المار بقاعدة البرج، فوجد أن قياسها سيتا واحد، ثم صعد رأسيا إلى أعلى أهو، أعلى ألف يعني من نقطة الرصد دي أنا طلعت فوق كمان كده مسافة ف، ورصد زاوية ارتفاع البرج مرة أخرى فوجد أن قياسها سيتا اتنين، فإن إيه علاقة سيتا واحد بسيتا اتنين؟ طيب نتخيل كده ادي يا سيدي اهو المبنى او البرج، ادي القمة بتاعته، وفي رجل كان واقف كده اهو على نفس المستوى الافقي هنا. طيب لقى ان الزاوية الاولى عندنا بكام، بسيتا واحد اهو. لو وصلنا كده ده بده عفوا، او لو وصلنا كده نعمله اهو كده، لو وصلنا دي بدي كده هنلاقي ان فين زاوية الارتفاع اللي هي دي كده مين، السيتا واحد اللي هو قصده عليه. طب قالك ان الراجل ده طلع فوق النقطة ألف دي كده مسافة ف، يعني جه هنا كده مثلا. خلاص المسافة دي كده بكام، بف دلوقتي هو طلع المسافة دي اللي هي ف، وقاس تاني زاوية الارتفاع. زاوية الارتفاع دلوقتي عندنا اللي هي هتبقى مين، هتبقى من أول النقطة بتاعة الرصد لحد القمة دي. خلاص اللي هي عندنا اهو، نكمل كده ده كده مستوى النظر دلوقتي بتاعي، ودي بقت زاوية الايه، زاوية الارتفاع. خلاص دي كده بقت السيتا اتنين. فيا ترى دلوقتي ايه العلاقة ما بين سيتا واحد وسيتا اتنين؟ والله يعني انا حتى من الرسمة ملاحظ ايه، ملاحظ ان السيتا واحد اكبر من السيتا اتنين. خلاص كده طب انا مش عايز من الرسم، عايز اثبات. تعالى دلوقتي هي القاعدة دي صح كده، اللي هو الطول ده من اول هنا كده، تعالى نفرضه اهو. ده كده مثلا دي الف هنفرضها مثلا بب، والله هي نفس النقطة مثلا هنقوله ان دي جيم ودي د. خلاص وهنقول ان دي ايه، دي اله. فانا عندي هنا الالف ب صح كده، الالف ب بتساوي مين، بتساوي الجيم د. صح كده القاعدتين هم من الف لب، هي من جيم لد، لان الراجل قالك ان هو صعد كده بس صعد راس، فطبعا المسافة من جيم لد هي من الف لب. طيب دلوقتي الوتر يعني في حالة المثلث الاول، انا عندي دلوقتي الظا سيتا واحد بتساوي ايه، بتساوي المقابل اللي هو عندنا هنا الجيم او اله ب عفوا، على الايه المجاور اللي هو الالف ب. طيب ما معنى كده ان الظا سيتا بتتناسب مع ايه، بتتناسب مع المقابل، يعني المقابل ده لو زاد هنلاقي ان ظا سيتا واحد بتزيد، يعني سيتا واحد مالها بتزيد او سيتا واحد مالها كبير. طيب دلوقتي في المثلث التاني الصغير ده، التاني المثلث التاني الصغير ده كده اهو، هنلاقي ان ظا سيتا اتنين بتساوي ايه، بتساوي اله د دي صح كده على الايه، على المجاور اللي هو الدال جيم اهو. هنقول كده ان الظا سيتا اتنين بتساوي عندك ايه، بتساوي المقابل اللي هو عندنا اله د على المجاور اللي هو الدال جيم. والدال جيم هو مين، هو الالف ب، يعني دلوقتي اقدر امسح الدال جيم ده واحط مكانه ايه، الف ب.
خلاص هنا كده ألف ب. طيب عند ثبات المقام دلوقتي المقام واحد، فدلوقتي اله ب انا عارف ان هو اكبر من الايه، اكبر من اله د. اله ب اللي هي دي كلها اكبر من اله د. يبقى دلوقتي هتقول لي ظا سيتا واحد اكبر من ظا سيتا اتنين، وبالتالي من هنا السيتا واحد هتكون مالها اكبر من السيتا اتنين. يبقى انا اثبتها لك بالبرهان. انت دلوقتي مش عايز برهان ومش عايز الكلام ده كله، طب هعمل ايه؟ هتروح ترسمها كده وتشوف انت لما بتطلع يا ترى السيتا مالها. والله هي باينه كده من النظر، باينه من النظر ان السيتا واحد اكبر من السيتا اتنين، وهكذا كل ما تطلع كده لفوق. اهو قلت مثلا ان انا طلعت هنا وقست زاويه الارتفاع دلوقتي، اهو زاويه الارتفاع من هنا كده لحد ايه، لحد النقطه بتاعتي، وهو ده كده المستوى الافقي. المستوى الافقي بتاعنا فين اللي انا المستوى بتاع النظر بتاعي اهو. هلاقي فعلا ان الزاويه قلت كل ما اطلع فوق، زاويه الارتفاع مالها بتقل. بص الزاويه قلت ازاي، بقت من كده وصلت لفين، وصلت لكده. فانا كل لما اطلع فوق بلاقي ان زاويه الارتفاع مالها بتقل لحد ما اوصل لمستواها. هي هتبقى على مستوى النظر بتاعي، معنى كده ان زاويه الارتفاع بايه، بصفر. يعني طول ما انا بطلع لفوق كده زاويه الارتفاع بتقل لحد ما توصل للصفر. توصل للصفر فين؟ على المستوى بتاع النقطه اللي انا ببص عليها. ما انا على المستوى اللي انا ببص عليه هيبقى المستوى بتاع النظر بتاعي افقي، يعني زاويه الارتفاع بكام، بصفر. خلاص، فمن هنا اثبتنا اهو خلاص بكل الطرق ان السيتا واحد دي هتكون اكبر من الايه، من السيتا اتنين، اللي هو عندنا الاختيار ب. السؤال اللي بعد كده بيقولك النقطة ألف تقع بالنسبة للنقطة واو فين؟ يا ترى في الشمال ولا في الغرب ولا 35 شمال الغرب ولا غرب الشمال؟ تعال اما نشوف كده. ادي يا سيدي النقطة ألف اهي على بعد زاوية 35. طب الزاوية 35 دي فين؟ والله أنا كده واقف عند الشمال، مشيت ناحية الإيه؟ ناحية الغرب. تاني أنا واقف عند الشمال ومشيت ناحية الغرب. طب أنت فاكر أنا كنت بقولك إيه؟ بقف عند التانية وامشي للأولى، صح كده؟ يعني مثلا هنا هتقول لي مثلا جنوب الشرق. تعالى ما نقول مثلا ان انا عندي جنوب الشرق، كنت بتقول لي ايه؟ بقف عند التانية، يعني انا هقف عند الشرق وامشي للأولى. فانا هنا كنت واقف عند الشمال ومشيت للغرب، يبقى انا كده واقف عند التانية اللي هي الشمال ومشيت للغرب بزاوية كام؟ زاوية 35. يبقى النقطة ألف هلاقي إن هي 35 درجة غرب الشمال، وقفت عند الشمال ومشيت للغرب بتاعه. عفوا، هنا انا واقف عند الشمال ومشيت للغرب، يبقى غرب الشمال يعني انت واقف عند الشمال مشيت الغرب بتاعه بزاوية كام؟ 35. يبقى الاختيار الصح عندنا هنا بالنسبة للسؤال 10 هو الاختيار د. السؤال رقم 11 بيقول لك قياس زاوية ارتفاع النقطة هي عندما يتم رصدها من النقطة ب هي ايه؟ طيب ادي يا سيدي النقطة هي زاوية دلوقتي ارتفاعها لما يتم رصدها من نقطة ب. طب النقطة ب هي دي نقطة اللي انا هرصد منها، ادي المستوى الافقي بتاعها. فين بقى زاوية ارتفاع الايه؟ هتبقى الزاوية دي كده، صح كده؟ اللي هي مين؟ اللي هي الزاوية دي. طب الزاوية دي اللي هي بسيتا مثلا بتساوي مين؟ هتقولي لو مديت دي كده خط افقي يبقى بتساوي الزاوية دي كلها، اللي هي الزاوية دي زائد الزاوية دي. طب الزاوية دي قال لنا اللي هي بعين. طب يا ترى الزاوية اللي هي اللي باقية دي بكام؟ والله لو بصيت كده من المثلث ده او من الحتة دي كده، او عفوا من الزاوية دي كده، هلاقي ان الزاوية دي بتساوي الزاوية دي بالايه؟ بالتبادل. تاني كده نمسح كل الكلام ده كده، نمسح عشان الدنيا تبان. احنا عرفنا دلوقتي ان زاوية ارتفاع اله دي بالنسبة للب اللي هي مين؟ اللي هي الزاوية دي كده كلها، اللي هي بتساوي مين؟ بتساوي الزاوية دي كده كلها. ماشي زي الفل بالتبادل طبعا اهي، خلاص كده بالتبادل حرف الزد. فالزاوية دي كلها بتساوي الزاوية دي اللي انا عايزها، دي السيتا اللي انا عايزها. طب انا عندي منها دي عين، يا ترى الجزء اللي باقي ده بكام؟ قال لك بص كده على حرف الزد المختفي ده كده، في حرف زد في النص كده خبيث اهو، اللي هو ده كده. فالحته دي اللي هي الزاويه دي اللي هي بصاد بتساوي مين؟ بتساوي الزاويه دي اللي هي الصاد بالتبادل. فبقت الزاويه دي كلها عباره عن ايه؟ عباره عن صاد زائد عين. يبقى السيتا اللي انا عايزها دي عباره عن ايه؟ عباره عن صاد زائد العين، اللي هو عندنا الاختيار د. السؤال اللي بعد كده بيقولك من قمة جبل رصدت سيارة أو رصدت سيارة متحركة بسرعة منتظمة في اتجاه قاعدة الجبل، فكان قياس زاوية انخفاضها ب40، وبعد دقيقتين قيست زاوية انخفاض السيارة مرة تانية لقيناها ب67. عايز ارتفاع الجبل علما بأن سرعة السيارة 60 كيلو متر لكل ساعة.
طيب تعالى نتخيل كده، انا طبعا المسائل دي كلها بحلها بالتخيل، فلازم اتخيل كده اعمل اي رسم كروكي. طيب ادي يا سيدي اهو، خلاص من قمة الجبل عملنا الجبل، وعملنا المستوى الافقي اللي السيارة بتتحرك في اتجاهه اهو كده. دي كده قمة الجبل اللي انا برصد منها. لقيت ان في الاول كده كانت زاوية انخفاض السيارة اللي هي مثلا ايه الزاوية دي، ده مستوى النظر بتاعي. زاوية الانخفاض الاولى دي كانت بكام؟ كانت ب40. طيب بعد كده قالك ان بعد دقيقتين قيست زاوية انخفاض السيارة. طب ما بعد دقيقتين هلاقي ان السيارة مثلا وصلت هنا، لان هي بتتحرك ناحية قاعدة الايه الجبل. طيب هلاقي دلوقتي ان هو قالك ان زاوية انخفاض السيارة، نعملها كده زاوية انخفاض اهي. بص هلاقي ان انا لما اوصل دي بدي، زاوية الانخفاض دي وصلت لكام؟ ل67. يعني دي كلها كده بقت بكام؟ بقت ب67. طيب بعد كده بيقول لك عايز ارتفاع الجبل اللي هو ده كده، العين اللي هو من اول هنا كده لحد فين؟ لحد هنا. عايز ارتفاع الجبل علما بان سرعة السيارة 60 كيلو متر لكل ساعة. طب هو اداني المعلومة دي ليه؟ يعني ليه اداني المعلومة دي؟ ما هو ادالك المعلومة دي عشان تعرف تجيب الطول ده، عشان تعرف تجيب المسافة. هو ايه علاقة السرعة بالمسافة؟ ما انا عارف دلوقتي ان المسافة في حالة السرعة المنتظمة بتساوي ايه؟ بتساوي سرعة في زمن. هو قال لك بعد دقيقتين، يعني انا عندي الزمن، يبقى انا كده اقدر بالسرعة اوصل للمسافة اللي هي مشيتها السيارة من اول بداية الرصد لحد ايه السرعة او المسافة بتاعتها بعد دقيقتين. طيب الاول بس هو قال لك دقيقتين، فانا لازم اوحد الايه الوحدات بتاعة الزمن. هنا بيقول لك كيلومتر كل ساعة، وهنا بيقول لك بعد دقيقتين، فما ينفعش الكلام ده. لازم دلوقتي الوحدات عندي تكون ايه بواحدة. طيب تعالى كده اما نشوف دلوقتي 60 كيلو متر لكل ساعة، دي 60 كيلو متر لكل ساعة. لو انا عايز احولها لمتر لكل ثانية هعمل ايه؟ هضربها في 5 على 18. فادي يا سيدي ال60 اهي. تعالى اما نضربها دلوقتي في 5 على 18 عشان احولها لمتر لكل ايه ثانية. يا ترى الكلام ده هيطلع بيساوي كام؟ بيساوي 50 على التلاتة. يبقى هي دلوقتي سرعتها ب50 على التلاتة متر لكل ثانية. طب ما انت برضو ما فتنيش، ده هو قال لي بعد دقيقتين مش بعد ثانيتين، يعني برضو هنا الوحدات بالثواني مش بالدقايق. طب ما هي دقيقتين دي اللي هي بكام؟ ب120 ثانية، صح كده؟ هي سرعتها 50 على التلاتة متر لكل واحد ثانية. فيا ترى بعد 120 ثانية اللي هي الدقيقتين هتكون قطعت مسافة كام؟ انا عايز المسافة. فهتقول لي ان انا هنا هعمل ايه؟ هعمل مقص، هضرب ال50 على التلاتة دي في 120 على الواحد. فال50 على التلاتة دي اهي هضربها في 120 على الواحد اللي هي يعني في 100 وكام و20. هتطلع بكام؟ هتطلع ب2000 متر. يبقى انا كده عرفت ان السيارة دي بعد دقيقتين هتكون قطعت كام؟ 2000 متر. ده كده الطول ده ب2000 متر. خلاص كده من اول هنا لحد هنا. والمسافة دي تعالى نفرضها ان هي بكام؟ بس. انا كل ده عايز اوصل لمين؟ عايز اوصل للعين. طيب هتيجي تقول لي ايه؟ هتيجي تقول لي الزاوية دي ب67 بالتبادل، صح كده؟ والزاوية دي ب40 برضو بالتبادل. ده بالتبادل مع مين يعني؟ معلش اهي هتقول لي ان الزاوية دي بتساوي الزاوية دي بالتبادل، وهتقول لي ان الزاويه دي كلها بتساوي الزاويه دي بالتبادل. اهو حرف الزد الكبير اهو، حرف الزد ده امشي معايا كده اهو واحده واحده اهو. حرف الزد الكبير اللي هو ده كده اهي، دي 67 يبقى دي 67 بالتبادل. وعندي دي ب40 حرف الزد التاني اهو، يبقى دي كام؟ ب40 بالتبادل. طب من المثلث الاول ده كده اللي هو المثلث الصغير ده اهو اللي هو ده كده، لو انا عايز اجيب علاقة دلوقتي ما بين السين والعين هتقول لي ايه؟ باستخدام الظا، لان هي مقابل ومجاور وانا عندي الزاوية. يبقى هتقول لي دلوقتي ان الظا 67 دي هتساوي عندك المقابل اللي هو عين على المجاور اللي هو السين. طب انا عايز العين، تعالى كده اما نقول ان السين دلوقتي بتساوي عين على كام؟ على ظا 67. عشان اشوف اي سين احط مكانها القيمة دي بدلالة العين. طب نيجي للمثلث الكبير، المثلث المرة دي اللي هو ده مثلا هنسميه ألف ب ج. خلاص كده المثلث الكبير ده. هتقول لي الظا 40 دي هنستخدم الزاوية. الظا 40 دي عندك بتساوي ايه؟ المقابل اللي هو عندنا العين برضو على المجاور اللي هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن ال2000 زائد الايه؟ زائد السين. طب ما تشيل لي السين دي وتحط قيمتها اللي هي عين على ظا كام؟ 67. يعني هنا هتقول لي ان الظا
40 ظا 40. الكلام ده عندك بيساوي كام؟ عين على 2000 زائد السين هشيلها واحط مكانها عين على ظا كام؟ 67. طيب تعالى اما نعمله مقص كده، هنضرب الظا 40 في المقام ده كده كله بيساوي العين. يبقى هنا هتقول لي الظا 40 الكلام ده عندك بيساوي او مضروبة في عفوا هنا 2000 زائد ايه؟ زائد عين على ظا 67. الكلام ده دلوقتي بيساوي كام؟ هنقول له ان هو بيساوي العين. وزع لي الظا 40 هنا، هي خطوات يعني ايه سيستماتيك، خطوات كده هي محسوبة خلاص، احنا حافظين الخطوات دي. فهنلاقي ان الظا 40 في 2000 اهي ظا 40 في 2000 خلاص كده. الكلام ده دلوقتي زائد الظا 40 دي في العين، يعني هنقول له دلوقتي ظا 40 على ظا 67. الكلام ده دلوقتي في عين، الكلام ده بيساوي العين. وادي لي العين مع العين هناك بعكس الإشارة، هنلاقي دلوقتي إن أنا بقى عندي ظا 40 أو 2000 عفوا في ظا 40 هنا كده 2000 في ظا 40. الكلام ده بيساوي دلوقتي العين بقت ناقص ظا 40. الكلام ده على ظا 67 من الكام؟ من العين. لو أخدنا العين من هنا عامل مشترك هيتبقى لك ايه؟ هيتبقى لك 1 ناقص ظا 40. الكلام ده دلوقتي على ظا 67. كل ده بيساوي ايه؟ الناحية التانية بيساوي 2000 في ظا 40. طب أنا عايز العين، هعمل ايه؟ هقسم على ده الناحية التانية. فهجيب كده الآلة بتاعتي واقول له ان انا عايز اقسم ايه؟ عايز اقسم 2000 في ظا 40 دي في تان اهو 40. الكلام ده دلوقتي عفوا دي تان بس 40. الكلام ده دلوقتي عايز اقسمه على 1 ناقص كام؟ عفوا هنا 1 ناقص، هنا هقول له تان 40 دي تان 40 على كام؟ على تان 67. تان 67. طبعا في ناقص هنا زيادة، تعالى اما نشيلها. 67 هنا في ناقص زيادة هيقول لك ماس ايرور، طبعا اهي نمسح دي كده ونقول له الكلام ده بيساوي كام؟ هيطلع معانا ب2606.6. طيب ده بكام؟ ده بالمتر، خلي بالك. يعني ده كده اللي طلع معانا، ده القيمة اللي طلعت معانا دي كده اللي هي 2607 دي اهي. هنلاقي ان العين من هنا بيساوي 2607 ده ايه؟ بالمتر. طب لو انا عايزها بالكيلو هعمل ايه؟ هقسم على 1000، يعني هحط العلامة بعد 3 ارقام. فهلاقي ان دلوقتي الارتفاع بيساوي بالكيلو متر بكام؟ هيطلع ب2.6 كيلو ايه؟ كيلو متر. طبعا 2.6 0.7 كيلو متر، اللي هي تقريبا 2.6 كيلو متر. فلو رجعنا كده للسؤال بتاعنا هنلاقي دلوقتي ان هو بكام؟ 2607 متر، ده هو حاططها لنا بالمتر خلاص. يبقى 2607 اللي هو الاختيار ب.